السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم التقنيه ديال الشهر من الهري مع ذكر الاثمنه وبعض النصائح كيف العاده. واخا ولات عندي عاده نشارك معكم هذا النوع من هاد الفيديوهات لان بزاف ديال البنات كيستافدوا منهم، خاصه البنات اللي كيتواصلوا معايا في الواتساب وكيسولوني على المنتوجات. واخا تعطلت عليكم هذا الشهر ولكن ضروري ما نشارك معكم، واخا نكون خديت غير الطحين بوحدو غادي نشاركه معكم ان شاء الله. المهم هنا غادي نبداو نيت بالدقيق. خديت هذا القرويين الخاص بالحلويات، راه بحالو بحال الدقيق، جودة اللي عالية وممتاز. 10 كيلو ب45 درهم. وعندي الاتقان هذا الكومبلي او لا القمح الكامل، خديت حتى هو 10 كيلو ب80 درهم. لانني انا لقيت الاتقان هو احسن ماركة في هذا القمح الكامل. بالنسبة للدقيق، علاش خديت 10 كيلو؟ لانه مازال عندي. بالنسبة للدقيق الخاص بالحلويات هذاك الفورس لانه مازال عندي. الكامل تقاد ليا. وهنا خديت الزيت عافية هي اللي كناخذ دابا، لانني صراحة جربتها في الخدمة وليت كناخذها بزاف. 110 دراهم. وهنا خديت السكر، فيها 5 كيلو كدير 30 درهم. بالنسبة للسكر تسالى ليا هاد الشهر هذا لان كانوا عندي الضياف كما عرفتوا، راه كانت العطله فتسالى ليا السكر مبقاش عندي نهائيا. وكيف ما قلت لكم في الفيديوهات السابقه راه ما كنستهلكش هاد 5 كيلو كامله. هنا كنوريكم راه اليوم 6 في الشهر، عاد كنصور لكم الفيديو، يعني تعطلت عليكم هاد الشهر ولكن الصراحه كانت عندي الخدمه وما كنتش مساليه. بالنسبه للاتاي هذا دابا ثالث مره يمكن ولا ثاني مره وانا كناخذه. ثالث مره وانا كناخذ هذا صاغرو هذا اللي صراحه عجبني، وحتى الثمن مناسب. هاد 500 غرام دايره 42 درهم. كيف ما شاركت معكم الفيديو اللي قبل الحيله ديال انني كناخذ واحد 200 غرام زايده، يعني كناخذ واحد باكيه صغيره. مثلا هكا جوني شي ضياف، يعني باش كتكفيني التقه ديال الشهر وما كنتخصش مثلا في النص ديال الشهر ولا في الاخر ديال الشهر. بما انني جبت اتاي بغيت نجاوب واحد الاخت اللي الصراحه ضحكاتني. كاينين شي تعاليق بكثره ما كيفقسوك كيضحكوك. قالت لي حيت انا هضرت لكم على اتاي وعلى بابي جينيك في الفيديو اللي قبل، قالت لي راه شوهتي الضياف بحال غير هما اللي كيستعملوا بابي جينيك وكيشربوا اتاي. لا لا اختي، ماشي شوهتهم، بالعكس الضياف اختي مرحبا بهم على راسي وعيني. الضياف راه كتكون فيهم بركه. انا غير شاركت معكم افكار وفقط. ودائما نطبقوا واحد المثال اللي حتى انا كنطبقه، يعني اي فيديو كنتفرج ليه كنطبق المثال ديال خذوا الثمار واتركوا العسل للنار، يعني كنستافد من الفيديو، انا ما سوقش في مولات الفيديو. هنا شاركت معكم هذا الفرماج هذا سميتو بيكوم، فيه 96 قطعه داير 70 درهم. وهنا عندي سنيده 10 دراهم. تما عندي شعريه الصينيه راه تقطعت ليا ديك اللقطه ديال الروز. وهاد مطيشه هادي تقادات ليا فهاد الشهر تاهي خديتها هاد ديليسيا ب20 درهم. ما كاينش فرق بينها وبين عيشه، هذيك غير مديه السميه وصافي. كنوجه التحيه لعيشه. دايره 20 درهم هاد ديليسيا، وبالنسبه للعيشه راه دايره 22 درهم. انا خديت السميده رقيقه صفراء 10 درهم كيلو. وهنا غادي ندوز معكم داكشي ديال العبار. بالنسبه لهذاك الفرماج بغيت نهضر لكم عليه. هو مختلف شويه، ماشي بحال داك الفرماج اللي كتكون فيه هكا الحموضه، يعني بحال خفيف شويه وحتى كريمي. انا خديت هاد 96 قطعه. كيف ما كتعرفوا راه ما كنستهلكاش في الشهر كامل، غير كندير بحال هكا بحال مثلا باش تشيط ليا الشهر الجاي. وان شاء الله راه جاي رمضان غادي تشيط ليا لانني بالنسبه للحمص راه داير 20 درهم الكيلو، والروز العادي داير 16 درهم الكيلو. وهنا عندي سميتو العدس حتى هو داير 16 درهم الكيلو. بالنسبه للفول داير 13 درهم الكيلو. وحتى هاد جلبانه هذه دايره 13 درهم الكيلو. المهم على حساب البيساره. المهم بزاف ديال الوصفات. والزبده اللي ما كنستغناش عليها هي ليليا او لا لا بريري. هاد جوج اللي كناخذ هذه دايره 17 درهم باش خديتها. فيها 250 غرام. هنا عندي بابي كويزين داير بلاتي نقول لكم الثمن معقلتش
بالنسبه للبابي كويزين داير 16 درهم. وهذا كلينيكس هذا حتى هو كنصحكم به بالنسبه اللي عندهم وليدات. الصراحه هذا هو اللي كينفع. كان داير 8 دراهم، دابا ولا داير 10 دراهم، حتى كلينيكس زادوا فيه ولا داير 10 دراهم باش خديته. المهم دابا راكم عارفين البرد والرواح الوليدات راه هذاك هو اللي كينفع معاهم. بغيت نشارك معكم حتى هذا السيليكون. خديتها ب20 درهم لانني محتاجاها الصراحه هاد الايام. هذاكشي علاش خديتها حتى هي من الهري، يعني ما خديتهاش من عند مولي الماعن. وهذا البرودوي المعروف اللي ما كنستغناش عليه نهائيا الصراحه كينفع. غير هو بغيت نقول لكم على واحد الحيله، مثلا هكا بغيتو تمسحوا به شي ثلاجه ولا البوطه ولا هذه ما ترشوش، لان ريحته مجهده، وخصوصا الناس اللي عندهم الحساسيه ولا ضيق التنفس راه كيخنق ريحته مجهده. هو الصراحه زوين فعال لداكشي الميدام واي طبعه كيحيدها، ولكن ريحته مجهده بزاف. فانا كنحل هذاك المغطى وكنكب هكا فشي زويف ولا شي حاجه عاد كنمسح به. الثمن ديالو راه داير 13 درهم. وهنا بغيت نشارك معكم هاد معطر الجو. هذا ما خديتوش مع التقضيه ديال الشهر، غير بغيت نشاركو معكم لان الصراحه ريحته زوينه. كنت شفتو عند لوستي خداتو في فاس. المهم راه غتفرج هي الفيديو كنوجه لها تحيه وخديته. بالنسبه لهذا داير 17 درهم اللي داير هذا المعطر ديال الجو. وهنا هذا الشامبوان هذا راني دائما كناخذ هذا التخادو كنبدل. بالنسبه للتخادو شحال داير 28 درهم. وهاد المعجون ديال الاسنان خديته على حساب الوليدات داير 12 درهم. هذا الحجم الكبير. كنعتذر على الصداع اليوم، راه تعطلت في المونتاج والجيران ما عرفت شنو كيديروا واش كيبني ولا ما نعرف. المهم انا خديت الطوس داير 4 دراهم ونص الوحده. الطوس راه صراحه شي حاجه اللي زوينه بزاف وكتحمقني انا ريحته، فهو اللي كناخذه. كما قلت لكم داير 4 دراهم ونص. وهنا اوني مازال عندي غير خديته باش ما يتسالش لي في الشهر. هذه راه دايره 10 دراهم. اونيت الحامض حتى هو بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مع الروايح مجهده، فكنصحكم بهذا اونيت الحامض. ما كيبقاش في الماعن وريحته ما مجهداش. غير هو كندير انا واحد الحيله، شوفوا معايا هذا راه مازال فيه ديال الشهر اللي فات. الحيله اللي كندير هنا هي ديك المغطى ديالو، كنبدل هذا المغطى ديال الفيري. الصراحه انا فيري ماشي ما عجبنيش، غير ريحته كتجيني مجهده فما كنقدرش عليه. فهذا هو اللي كناخذ ديال الحامض. وكناخذ هذاك المغطى ديال الفيري وكندير لهذا، لان المغطى ديال هذا اوني هذا صافي كنخبيها. يعني فين ما كناخذ اوني كنحيد ديك المغطى ديالو كنرميها وكنستعمل هذه لانها عمليه بزاف وكتسد ما كتخسرش. اما هذيك الصفرة راه كتهرس وتصعيبه في الحلان. المهم انا كنشارك معكم التقضيه وبعض الحيال، بعض النصائح اللي كنعتمد. داكشي باش قلت لكم خذوا الثمار واتركوا العصا للنار. يعني ما تركزوش عليا، نركزوا على الفيديو وعلى المحتوى ديال الفيديو. انا خديت هاد البلاستيك هذه اللي الصراحه كتنفع، راكم عرفتوا ديالاش. هذه حتى هي كدير 17 درهم باش كناخذها. ما كناخذها شهر وشهر لا. هنا خديت الزبده البلديه، صراحه خديتها من عند واحد السيد. فاش خديت نيت التقضيه هي ما خديتهاش من الهري، لان الزبده البلديه خديتها عند واحد السيد. تتقولوا لي شحال وصلت عندكم الزبده؟ احنا راه وصلت عندنا 70 درهم ونص، يعني 1450 بحال هكا. وكاين اللي كيبيعها ب80 درهم. المهم واحد قال لي 100 درهم. راكم عارفين كاين اللي غير كيسمع الزياده وكيبدا يزيد غير من راسو، كما كنقولوا راه الزياده من راس الحمق. المهم هادشي اللي خديت معكم هنايا. كانت مشات ليا اللقطه ديال هاد الشعريه الصينيه اللي خديت ديال الروز، راه كدير 13 درهم هذه، والصغيره راه كدير 8 دراهم. صافي. المهم هذه التقضيه ديال اليوم. كنتمنى نكون ما نسيت لكم حتى حاجه، واخا برزطوني البنايه ولا ما عرفتش بالصداع وليت كنهضر وكنقطع. المهم هذه هي التقضيه اللي خديت معكم اليوم. انايا خديت اتاي. هنا راه عندي تقريبا كيلو.
ديال اتاي صراحه تصاغروا زوين. كانوا نصحوني البنات بالدحميس ولكن الدحميس ما لقيتوش عندنا، كاين غير هذا صاغروا. كاين الكبش، كاين 4011، كاين الاتقان وكاين النسمه. هادوما اللي كاينين عندنا هنا متوفرين هنا هما اللي لقيت. ودابا عجبني هاد صاغرو. كما بالنسبه للناس اللي تفرجوا فيا الفيديوهات اللي قبل راني جربت 4011، جربت النسمه وجربت الاتقان. هادو كلهم زايدين على صاغرو ماشي بزاف، غير هذا 42 درهم، هما دايرين 43 درهم. ف كناخد داكشي اللي متوفر عندنا هنا، لان بعض الحوايج راه ما كيوصلوناش هنا، يعني كل منطقه وعندها الحويجات ديالها. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى حتى نتوما تشاركوا